معاك 6000 جنيه وعايز يكون عندك مصنع؟ ينفع طبعًا في مدينة العاشر من رمضان. مدينة العاشر من رمضان فيها مجمع تبارك الصناعي، ده مجمع للصناعات الصغيرة، تقدر إن أنت تأجر فيه مصنع صغير وتبدأ نشاطك الصناعي، كمان المصنع هيكون مجهز بكل حاجة، فيه كل الخدمات، المنطقة كمان فيها أسوار وفيها كاميرات مراقبة وفيها مصانع تانية شغالة معاك، تقدر إن أنت تحافظ على حقوقك وتحافظ على حقوق العمال اللي معاك، في مجلس إدارة تقدر ترجع له في حالة حدوث أي مشكلة. تعالَ بقى هنقول لك كل التفاصيل عن مجمّع تبارك الصناعي، وكمان دكتور مجدي شرارة هيشرح لك تقدر تأجّر إزاي في المجمّع ب6000 جنيه بس. حضرتك لو مستثمر صغير وعايز ييجي يبدأ هنا، يكون معاه قد إيه لو في البداية؟ يعني هنا دلوقتي لو هو جاي يشتري وحده لازم يكون معاه فلوس كويسه، لو هيشتري وحده من الوحدات دي. انما لو هيأجر هيشوف هو هيبدأ صغير ولا لا. لو هيبدأ صغير يقدر يأجر هنا في حدود 6000 جنيه ل 10000 جنيه. وحده صغيره او من 10 ل 15 وحده كبيره. انما هيشتغل على طول، يعني يبقى في دماغه الفكره وفي دماغه هو عنده خبره، طبعا اللي جاي ده عنده خبرات فجاي يشتغل على طول مباشره. ما عندناش مشاكل هنا اهوت. معظم او غالبيه الوحدات كهرباء موجوده، طبعا الميه موجوده، كل المرافق. كل التسهيلات المرافق كلها متوفره. عندنا هنا اهم حاجه ان عندنا هنا ده يعتبر كومباوند مغلق، لان احنا عندنا سور مقفول وعندنا حراسه 24 ساعه بالاضافه للكاميرات. عندي شبكه كاميرات مغطيه المجمع ككل. فما فيش مشكله عندنا هنا ان احنا اي حد بيجي لكنه قاعد في مصنعه، كونه مصنع واحد. يعني احنا ال 235 مصنع دول بنعتبر نفسنا ان احنا مصنع كبير. مصنع كبير فيه 235 مصنع. الوحدات قد إيه يعني لو عايز الوحدات من 60 متر ارتفاع 3 ادوار على 180 متر، او 100 متر 3 ادوار على 300 متر. والتملك سهل، يعني إجراءاته سهلة إن لو حد عايز يتملك التملك وحدة؟ النهارده لازم يكون عضو في الجمعيه حقيقي. يمكن المره دي احنا عاملين اوبشن شويه للناس اللي مش اعضاء في الجمعيه، بنحاول نساعد شويه. وما يبقى فيهم حد كويس اكيد هنضمه للجمعيه يبقى عضو معانا في الجمعيه. لان احنا الجمعيه الهدف بتاعها ان احنا نخدم الصناع دول، ان احنا نشتري لهم خامات ونبيع لهم، نشتري خامات بالجمله ونبيع. نشوف له عنده اي مشاكل مع وزاره الصناعه، عنده مشاكل مع هيئه التنميه الصناعيه، مع الكهرباء، مع الميه، مع اي جهه حكوميه. احنا بنيسر له المواضيع ديت ونحاول نحلها. تمام. يعني لو معاه 6000 جنيه يقدر يبدأ مشروع. يقدر يجي يأجر ويشتغل على طول. طيب انتوا ممكن تقدموا تسهيل لواحد مثلا هو معاه 6000 جنيه بس معاه رأس مال مثلا عايز يبدأ مشروع، ممكن تقدموا له انتوا فكرة مشروع ان هو يشتغلها؟ طبعا لو واحد عايز فكره مشروع، بس انا هو غالبا طالما هو جاي يأجر يبقى لازم في دماغه فكره. يعني لازم يبقى في دماغه فكره مشروع. يعني هو ما يجي يسالني ايه اللي شغال هنا، هقول له انزل بص، انزل اتفرج. انما هو لازم يبقى جاي في دماغه فكره وعامل دراسه جدوى صغيره احنا ممكن نساعده فيها للسوق محتاج ايه، او المجمع هنا محتاج ايه، او اللي حواليا. انا قصاد دلوقتي 4 مجمعات غير المصانع الكبيره اللي حوالين مننا. فهو يقدر يشوف هو محتاجين ايه وينتج حاجه هتتباع. لان المشروع الصغير يبدا بالتسويق، اذا ما سواش فهو مشروع فاشل. التسويق ديت انا طول عمري بقول عليها كلمه السر في نجاح المشروع او فشل. يعني لو مشروع صغير وهسوق ومش هكسب، زي ما نقول كده هنعمل نقطه تعادل في اول سنه او اول سنتين، ايرادات قد مصروفاتي، انا هبقى مشروع ناجح. لان بعد كده هنطلق واقدر احقق هامش ربح. فده لازم يبقى هو جاي في دماغه هيسوق ازاي. تمام. دي نقطه السر او كلمه السر في نجاح اي مشروع صغير او طب فشل. لو هو يمتلك يعني رأس مال قد ايه يقدر يبدأ بيه هنا لو انتوا اللي ممكن تساعدوه في لا، ما فيش يمتلك. هو لما يشتري لو يشتري وحده طبقا لمساحتها، طبقا للاسعار المتاحه. احنا عندنا هنا الاسعار تعاونيه لان احنا جمعيه تعاونيه. الاسعار بتبدأ من كام للبيع؟ احنا طبقا لتكلفه السوق، احنا بنبني طبقا لتكاليف السوق. السوق بكام النهارده، بكام بكره، بكام. زي ما انت شايف كده النهارده سوق متغير، الحديد والاسمنت وكل حاجه كل يوم بشكل مختلف. يعني تمام. هنا في النهايه نحسب تكلفه نهائيه وحساب ختامي ونقول له كلفه كذا.